السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت اليوم قررت انني ننزل هذا الفيديو هذا اللي بقى يوقع. انا عارفه ان هذا الفيديو هذا لو وصل للبلاصه اللي انا فيها غادي نتعذب وغادي نتضرب وغادي نتحط في الحبس الانفرادي، حيت غنكون في بحث سر من اسرار الدوله. انا الخوت وحنا مغربيه من 100 حاله مغربيه كاينه هنايا، عانى وقسى ومنطل. انا لمياء محسن تعرفت على واحد السيد على موقع من مواقع الانترنت، اتفقت انا وياه على الخدمه انني نجي نخدم هنايا، وكنت مضطره انني نجي حيتاش ما كاينش اللي غيصرف ليا على بنتي، وما كاينش اللي غيهز ليا بنتي، وما كاينش اللي غيعقل علينا الظرف ديال الخبز. ما عنديش حتى براكه اللي تستردي انا وياها. جيت باش نخدم هنايا باش نقدر نهز بنتي، نقدر نقريها، نقدر نلبسها، نقدر نوكلها شحال بحال كاع الناس. جيت البلاد هادي ظن اللي تعرض لي ما عمري شفتو في حياتي. تشكيت خدت لي عامين ديال الحبس غير هكاك، ما عرفتش علاش. ما خليتش الباب اللي دقيت فيه، ما خليتش البلاصه اللي مشيت ليها، حتى السفاره ديال القنصليه المغربيه لجده هنايا باحث السعودي. انا ما كنهضرش غير هكاك، عندي اثباتات ديالي، عندي الوراق ديالي، عندي التسجيلات ديالي ديال السفاره كتهددني وكتساومني انني نتنازل على القضيه اللي رفعتها على الكفيل ديالي، وانني نتنازل على جميع الحقوق ديالي كعامله منزليه مقابل انني نستلم جواز السفر ديالي. جواز السفر ديالي اللي انا جايباه معايا من بلادي اللي عاطيها لي الدوله ديالي، ولينا كنتعاملوا هنايا كمجهولي الهويه، اننا لا ارض لا وطن، معروف لنا اصل ما معروف علينا بلاد. انا مشكلتي اخوت انني جيت لهنايا باش نخدم على كفالة واحد السعودي ما كيخافش الله. السيد مني جيت لهنايا طلب مني الزواج وهددني باش نتزوج بيه، قال لي الا ما تزوجتيش بيه غتنسي شي حاجه سميتها المغرب، غتنسي شي حاجه سميتها والديك، سميتها بنتك. اضطريت انني نوافق، قبلت تزوجت بهذا السيد. شويه السيد ولا كيعيط لصحابو باغي يجيبهم عندي للدار، ملي رفضت وليت كندابز معاه ولا كيهددني، كيدير لي بلاغ، كيدير لي خروج نهائي، كيقول لي راه ديكلاريت بك في اي وقت يجيو يدوك البوليس. تعذبت معاه، دبست معاه، ولا شويه باغي يجيب لي العيالات للدار. مني رفضت كلشي عيط ليا لصاحبو قال لي ديها عندك للطرف. مشيت جلست مع صاحبو ومراتو وولادو 4 ايام، شويه رجع عندي عاوتاني للطايف وهبطني لجدة. تقاتلنا دابزنا، سبني عايرني هاني ما خلى ما دار ليا. عاوتاني ديكلاراسيون انني هربت ليه، انني ما عارفش من درت ليه. عاوتاني رجعوني للطايف، خدموني في الدار عند واحد الناس سعوديين. قلت الحمد لله انني تفكيت منهم، الحمد لله انني تفكيت من هاد العصابه البشريه اللي انا طحت فيهم، اللي ما كيخافوش الله، اللي كيضحكوا على بنات الناس تحت قال الله وقال الرسول انهم متدينين، انهم طوعيه، انهم كيخافوا الله. خدمت عند الناس قلت الحمد لله على كل حال. خدمت عند الناس ما خلاونيش نتبع في خدمتي، خرجوني من الخدمه على اساس انهم غينقلوا لي كفالتي باش يعطوني الجواز ديال السفر ديالي، باش يعطوني الاقامه ديالي. ما كنتش عارفه ان هذه لعبه من اللعاب ديالي، ان هذا هو النهار اللي غادي يتكرفسوا لي فيه، وحنايا في رمضان، وحنايا صايمين. ما يخافوا الله، ما كيتقوا الله، ما حتى شي حاجه تكرفسوا ليا، تداو عليا، ما خلاو ما نام فيا. حنا برمضان، شهر ديال الصيام، شهر ديال الرحمه، شهر ديال المغفره. طلبت حتى عييت، دزت حتى عييت، ما خليت ما درت لا حتى شي فايده. تكرفسوا ليا كيفما بغاو، نزلوني عاوتاني جدة، لوحوني لوحدة أخرى. مرضت، دخلت في هاد السبيطار. ملي خرجت من السبيطار قلت انا ما غنقدرش نسكت على هاد الحالة هادي، مشيت وديكلاريت. صعب ليا ان هنايا كاين القانون، كاين شي حاجة سميتها اللي غادي ينصفوك، غادي يجيبوا لك حقك. مشيت ديكلاريت، بقيت طالعة نازلة في المشاكل ديال الديكلاراسيون وكلشي. مشيت للسفارة ديالي القنصلية المغربية اللي حاملة الراية ديالنا اللي حنايا كنتميو ليها كوطن، اللي هي
كتمثلنا في البلاد هذه على اساس انهم غينصفوني، على اساس انهم غياخذوا لي حقي. ما طلبش منهم حتى شي حاجه من غير انهم يرجعوني لبلادي، يرجعوني لوالدي، يرجعوني لبنتي. كنصدم ان من السفاره كيهددني انني نتنازل على جميع الحقوق ديالي ونتنازل على الدولة اللي انا رفضتها، وان السفاره المغربيه للاسف واقفه مع السعودي ولد البلاد، وانها ما واقفاش معايا انا كمغربيه. وعندي هاد الشهاده بالتسجيل بالاثبات، انا ما كنجيش وكنهضر. تحولت المشكله لهيئه الادعاء والتحقيق العام باش يتحققوا معايا وكل شيء، ملي يحقوا معايا وكل شيء اضطروا انهم يعيطوا للسفاره ديالي، حيتاش ما عنديش محرم في هاد البلاد هادي. بس كانت صدمه قويه بالنسبه ليا انني كنتصدم انه من نعيط النائب القنصل ديال السفاره المغربيه كنتصدم انه كيقول السفاره غير مسؤوله على داك المغربيه، وان حنايا المملكه المغربيه ما موفراش لينا السكن باش نوفروا ليها السكن، وما موفراش لينا محامي باش يترافع عليها ولا باش يتابع الموضوع ديالها. انا بغيت نعرف حاجه وحده، بلادنا كمملكه ما عندهاش الامكانيات انها توفر لنا السكن، ما عندهاش الامكانيات انها تسفرنا لبلادنا، ما عندهاش الامكانيات انها توفر لنا محامي اللي ينصفنا، اللي يتابع القضايا ديالنا، اللي يشوف المشاكل ديالنا. ما يمكنش. وبكل بساطه كيقول لي البنت راه ما عندهاش فين غنحطوها، غادي تدخل الحبس. كيقول لي عادي روحوها في الحبس بحالها بحال غيرها. علاش ندخل الحبس وانا ما درت حتى شي حاجه؟ انا ديكلاريا وحده مغتصبه، وحده مكرفسه عليها، وحده شافت الدل، وحده ضربات، وحده تايرات، وحده تهانت. نمشي نديكلاري نهضر على حقي باش نسافر، دخلت في حالتي للحبس عام وشهرين دوزتها من حياتي على والو. ظلم، لا حتى شي حق، لا حتى شي قانون. تحرمت من بنتي، تحرمت منها من دارنا، تحرمت منها من المغرب، تحرمت منها من بزاف ديال الحوايج. ربنا ندوزو في الحبس مدلولين مضروبين مهانين، غير برضنا كنبغيو نمشيو للسبيطار ما كاينش اللي يدينا. من اصريت انني نزول القضيه ديالتي وما نتنازلش على الحق ديالي. تحولت للمستشفى ديال الامراض العقليه على اساس انني مريضه عقليا، على اساس انني مسطيه، بغاو باي طريقه يطلعوني انني مختله عقليا. مشيت جلسوني مع الحمى 15 يوم، لو كيصفوا لي الدواء ديال النفسيه باش نبقى نشرب ونعس، ما نهضرش، ما ندوي ما حتى شي حاجه، ناخذ الدواء من الادويه اللي كيعطيوني. هاد جوج حبات كيشربوا ليا بالليل باش نعس، القيمه ديال كل وحده فيهم 100، نشربها بالليل باش نعس وما يبقى يطلع ليا صوت ما حتى شي حاجه. تحولت القضيه للمحكمه عام وزياده، وانا طالعه في المحكمه هابطه، طالعه في المحكمه هابطه. قلت ماشي مشكل نصبر، ملي جيت نهضر على حقي نصبر، ربي غيكون معايا، ربي غادي ينصفني، ربي مغاديش يخليني بوحدي، وانا كنت امر الله، فوت امر الله. نتصدم انني من بعد عام وشهر وانا جالسه انايا في الحبس، يحكموني عامين ديال الحبس، عامين ديال الحبس هكاك، عامين ديال الحبس حيتاش ديكلاريت، عامين ديال الحبس حيتاش تشكيت، عامين ديال الحبس حيتاش هدرت على حقي، حيتاش موتش نسكت، وما غاديش نسكت على حقي واخا نعرف نموت، وانا عارفه كيتسناني، عارفه العذاب اللي غادي نوصل ليه من هاد الفيديو هذا، مي ما غاديش نسكت على حقي، واخا نعرف نرجع للمغرب وانا ميتة. احسن لي وهو لي 100 مرة من هاد العذاب اللي انا كنعيش في هاد البلاصة هادي، حيتاش فعلا انا عييت.
وهذه الخوت الوراق ديالتي. انا ماشي ما عنديش مشكل، ولا كتب الله وقدرني انا مازال غنخلي والدي ينزلوا الادله، ينزلوا التسجيلات الصوتيه اللي عندي ديال التهديد من الكفيل ديالي، من صحاب الكفيل ديالي، ينزلوا التسجيل الصوتي ديال السفاره وهي كتهددني وهي كتساوبني على الباسبور ديالي، على جواز السفر ديالي اللي هو عاطينو ليا من المغرب، من بلادي، من السلطات ديالنا. نزل كاع الاثباتات اللي عندي، كاع الورق اللي عندي، ما اثبتش الحقي. انني كنقول يا ربي النهار اللي نكون غادي نموت بنتي بين يديا، هذه امنيتي الوحيده في الدنيا. علاش حنا العذاب اللي حنايا عايشين فيه ما يمكنلناش نسكتو عليه؟ تذبنا وتكرفسنا وتهنا ولينا قلالات الاصل، ولينا ما عندناش العائلات، ولينا بن الحرام، ولينا بزاف ديال الحوايج تهانينا وتبهدلنا لأبعد درجة، لأبعد الحدود. انا حاله من 100 حاله هنايا مغربيه، كاين اللي هنايا مازالين جالسين عام بلا حكم بلا حتى شي حاجه، كاين اللي محكومه 6 شهور جالسه هنايا عام ونص، كاين اللي عندها اطلاق السراح السفاره ديالها ما جبتش تخرجها، كاين اللي عندها تصفير والسفاره ديالهم ما جاش تصفرهم. علاش؟ حنا شنو خصنا لنا اصلا باش نتعاملوا هاد المعامله السيئه هادي؟ ما عرف نظام، ما عرفوا بنادم عنده والدين، ما عرفوا بنادم عنده ولادو، ما حسوا بوالدينا اللي